أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحدكم بتمرة من كسب طيب. في بعض الأحاديث زيادة: ولا يقبل الله إلا الطيب. وجاء في بعض الأحاديث: لا يتصدق أحدكم بعدل تمرة. فيفيد الحديث بروايتيه أن من تصدق بتمرة أو تصدق بما يعادل التمرة من طعام أو مال أو شراب أو نحو ذلك، قال: إلا أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه. الفلو المهر سمي فلوا من فليه عن أمه، من فليه عن أمه أي فصله عنها، ولهذا يقال لها الفلو ويقال لها الفصيل. وأهل الخيل لهذا الفلو شأن عندهم عظيم جدا، وله مكانة في نفوسهم، ويعتنون به عناية عظيمة، ولهذا خصه النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر: كما يربي أحدكم فلوة أو قلوصة. القلاص فتيان الإبل، يعني الصغار من الإبل. قال: حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، حتى تكون التمرة أو ما يعادلها مثل الجبل، أي يربيها الله سبحانه وتعالى، لا حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل. الحاصل أن هذا الحديث العظيم المبارك يدل على فضل الصدقة، ولو كان الذي تصدقت به شيئا قليلا. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من الصدقة شيئا، لا تحقرن ريالا أو درهما أو فلسا أو تمرة أو خبزة أو علبة حليب أو شيئا يسيرا، لا تحقر شيئا من المعروف. فإذا أخرجها الإنسان بنفس طيبة وكسب طيب مبتغيا بها وجه الله سبحانه وتعالى، رباها الله له هذه التربية المشار إليها في الحديث، حتى يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل أو أعظم، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه.